السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نعمل صينية اللازانيا الإيطالي اللي معظمنا بيخاف يعملها. أنا بعتبرها الأكلة المنقذة لأنها بتتعمل في خطوتين بس، وكمان هقولك على 4 نقط لو عملتيهم هتطلع معاكي جميلة ومش معجنة والطبقات باينة فيها. بس لو أول مرة تشوفيني تعالي نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله. وقبل ما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول خطوة هي اللحمة المفرومة. طاسة بقى حلوة على النار فيها معلقتين زيت، وبننزل باللحمة المفرومة عشان نعمل لها صدمة، وما بنقلبش اللحمة كتير. أول ما وجهي بيبدأ يتغير لونه ببدأ أقلبها على الوجه التاني. بعدها بنزل خلي بالك في الخطوة دي ما بحطش بهارات ولا بحط أي ملح أو أي حاجة عشان تفضل اللحمة كده مش مكتلة في بعضها. بعد كده بنزل بقى بشوية بصل حلوين مفرومين مع فلفل رومي، ممكن تحطي جزر مبشور بيعلي برضو القيمة الغذائية بتاعتها، ممكن تقطعي زيتون لو انت بتحبيه مع اللحمة. دي بقى حاجات اختيارية، تقدري تحطي اللي انت عاوزاه منها. بتقلبيها كده شوية مع اللحمة. بعدها بقى يجي وقت البهارات والملح. بتحطي بقى الملح، بتحطي طبعا أساسي فلفل أسود، ممكن تحطي 7 بهارات، تحطي بهارات لحمة بتحبيها مشطشطة حطي شوية برضو شطة حمراء. وبعدين التركة بقى المهمة هنا ان انتي لازم اللازانيا يكون تحطي للحمة بتاعتها الصلصة وتخليها جوسي وما تنشفيهاش. بتحطي كمية صلصة حلوين كده او حتى طماطم مضروبة وكده. شكرا، خطوة اللحمة خلصت. تعالي بقى نعمل البشاميل. وبشاميل اللازانيا مختلف عن بشاميل المكرونة البشاميل. هقولك ازاي. هنحط كمية من المادة الدهنية، سمنة او زيت او زبدة، وقدهم دقيق. انا هنا حطيت 4 معالق و4 معالق من التاني. ننزل بقى باللبن بقى او بالشوربة، بس لازم يكون سخن عشان ما يعجنش معاكي. طالما الدقيق سخن يبقى لازم اللبن او الشوربه هو كمان يكون سخن. ننزل بالتدريج شويه بشويه، وايد بتنزل باللبن والايد التانية بتحرك، ما توقفيش. في الحاله دي بقى عمر ما البشاميل هيعجن معاكي. ولازم البشاميل اللازانيا لازم يكون خفيف، ما ينفعش يبقى قوامه تقيل زي المكرونه البشاميل. لازم ده خفيف عشان هو ده اللي هيسوي اللازانيا. خلصنا البشاميل، خلصنا الخطوه التانية. نيجي بقى التركة مهمة قوي في اللازانيا، ان احنا مش هنسلقها. هنعمل ايه؟ هنروح دهنين الصينية البايركس او اي صينية انتي عندك، وهنبدأ نحط طبقة بشاميل وعليها طبقة لازانيا. اللازانيا زي ما هي من غير ما تتسلق عشان ما تعجنش معاكي، وما تخافيش مش هتطلع ناشفة ولا حاجة، هتستوي منها فيها. حطينا طبقة اللازانيا، نحط فوقيها طبقة لحمة مفرومة. برضو اللحمة المفرومة جوسي وفيها الصوص بتاعها ده برضو هيساعد على سوى اللازانيا نفسها. وبعدها بنحط طبقة بشاميل، ونبدأ بقى نكرر الموضوع ده. في برضو حاجة هنا تخلي بالك منها، احنا حطينا اللازانيا اول طبقة بالطول، نحط الطبقة اللي بعدها بالعرض، بعدها بالطول، وهكذا. نبدأ نغيرهم كده عشان الصينية تبقى متماسكة. واجي اقطع الخرطة ما لاقيهاش مقطعة معايا او طالعة مش مظبوطة، لا تطلع الخرطة كده بخرطتها. طبقة بشاميل، بعديها طبقة اللازانيا، طبقة لحمة، ونعيد الموضوع ده لحد ما الصينية تخلص. تيجي بقى معاكي 3 طبقات، تيجي 4 طبقات، المهم ان انا لازم املى الصينية كلها. بعد ما نخلص نعمل ايه؟ نحط بقى نغرقه بشاميل من فوق، وعليها معلقتين صلصة على الوش. ده اللي بيخلي لون الصينية بتاعت اللازانيا احمر وجميل. كل ده بقى كل الجمال ده هياخد في الفرن بالظبط نص ساعة على أول رف فوق النار على طول. هتطلع معاكي جميلة مورقة. وكمان لو عايزة تضيفي للصينية أي أنواع جبن ممكن تحطيها في نص وقت التسوية، يعني بعد ربع ساعة. دلوقتي بقى اللازانيا خلصت، ما خدتش أي وقت مننا ولا أي مجهود. لو عجبك الفيديو اعملي بقى لايك لللازانيا واشتراك للقناة، وألف هنا على قلبكم.